الحجاب تخلف، واي ست مسلمه تقدر تتجوز اي راجل سواء مسيحي او يهودي. حسيت ان الكلام ده خضك صح؟ غريب، ده بالظبط الموقف اللي حصل بالنسبه للمجتمع المصري في اليوم اللي صحي فيه على مؤسسه تكوين. ايه تكوين ومين دول وايه اساس البيره دي؟ وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. تكوين مؤسسة قالت عن نفسها إنها دورها تساهم وتساعد المجتمع بإنها تعدل الأفكار المرتبطة بالدين، وخصوصا الأفكار الغلط، ويكون في مساحة كده من خلالها إن المجتمع يراجع الحاجات الدينية الغلط اللي كانت سبب في تخلف مجتمعاتنا العربية. وده زي ما وصفت المؤسسة نفسها. حلو قوي كده. أمال إيه الدوشة اللي حاصلة دي؟ الدوشة دي كلها بسبب مؤسسين تكوين والمشاركين فيها اللي ارتبطت أسمائهم في أوقات كتيرة جدا بجدل وفي مواضيع مختلفة وآراء غريبة جدا ومستفزة. السبب ده تستغرب ان ازاي دول هيساعدوا المجتمع في ان هو يصحح مفاهيمه الدينيه. واحد من ضمن الاسماء المشاركه في المؤسسه دي هو فراس السواح، وده سوري ومعروف عنه افكاره الغريبه شويه او كتير. فمثلا في احدى لقاءاته التلفزيونيه قال ان الحجاب مش فرض وانه تخلف، ومعنى ان الست تحطها على دماغها ده معناها انها معترفه انها عوره، وان الحجاب بس عاده مجتمعيه مش اكتر. يعني مفيش نص في القران الكريم عنه. ومش هنتكلم احنا في الجزئيه دي كفريق ما وراء الحجاب لاننا مش بنصنف نفسنا مختصين في الافتاء، بس هنكتفي باننا نعتبر ان الحجاب دايما في جدال حوله. ولكن برضه اللي تاخد منه معلومه زي دي هي جهه دينيه، انما انه يقول على سيدنا ادم اسطوره ده اللي مش محتاج كلام. واحدة من آراء فراس السواح إن القرآن الكريم كل القصص اللي فيه هي بس قصص ومش لازم تكون حقيقية، وما هي إلا طريقة ربنا عز وجل عايز يوصل لنا بيها رسالة معينة. إنما كل قصص القرآن الكريم دي ملهاش لا زمان ولا مكان، وبالتالي هي أسطورة. تعالى بقى للفكرة الأخطر، إنه قال لما اتسأل عن الحياة ما بعد الموت والجنة والنار قال إنه مفيش حياة تانية، وإن الجنة والنار حاجات رمزية. طيب الحجاب قال إنه مفيش نص قرآني موجه بيه. طب الجنة والنار مفيش نصوص قرآنية واضحة بيها، ده اللي هيصحح مفاهيم الدين. أما بقى ألفة يوسف دي باحثة في الحضارة الإسلامية تونسية ومن أعضاء تكوين اللي هيصححوا لنا مفاهيمنا الغلط. آرائها إن الست المسلمة عادي تتجوز مسيحي أو يهودي. ولا مش بس كده، شايفة كمان إن النص القرآني الصريح بإن للذكر مثل حظ الأنثيين واللي متعلق بالورث واللي معناه إن الرجل نصيبه ضعف نصيب الست ده مفهوم غلط، وإنه ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يقصد كده، أو إن الآية متفسرة غلط وقالت إن الزمن غير الزمن، وإن الدين الإسلامي قائم على المساواة في كل حاجة ما بين الرجل والمرأة. وإنه قال إيه إنه ربنا عشان يعود العرب وقتها واللي ما كانش عندهم ثقافة إن الست بتورث أصلا على إنها تورث ولكن بالتدريج، واعتبرتها إنها زي مسألة الخمر اللي ما اتحرمتش مرة واحدة، وإن ربنا برضو كان يقصد يدرج مسألة الورث، وإن ممكن يكون قصد ربنا سبحانه وتعالى إن ده الحد الأدنى من الورث. حاشاه طبعا. ومش بس كده، قالت إن الأزهر مؤسسة زي ما هي بتشوف إنها جامدة ومش بتطور ومتعالية، دي اللي هتصحح لينا مفاهيم الدين. أما بقى الدكتور يوسف زيدان عضو في تكوين، واللي هو برضه آراءه غريبة شوية وجدلية كتير، لأن واحد من آرائه كانت سبب في إن الكيان المغتصب يشكره. وده ليه؟ قال إن المسجد الأقصى على بعد كام ميل من الكعبة، وده معناه إن خلاف المسلمين ودفاعهم عن المسجد الأقصى والقضية كلها ملهاش معنى، لأن ده مش المسجد الأقصى. وطبعا دي حاجة شكروه عليها الجماعة دول، لأن طول حياتهم كلها عايزين يهدموه، والمسلمين اللي صامدين عشان دي واحدة من أهم معالم العالم الإسلامي، وبالتالي لو هدوه عادي ما هم كانوا مش هناك. ده اللي هيصحح لينا مفاهيم الدين. وإسلام البحيري اللي أكيد سمعتوا عنه، لأنه في وقت كان عامل جدل كبير جدا لدرجة إن الأزهر رد عليه في مسألة الحديث، لأن إسلام شايف إن البخاري أشهر راوي حديث واللي الأحاديث عنه صحيحة جايز يكون غلط، وطعن في صدقه كمان، وقال انه بشر عادي ممكن يغلط. واما اتسأل عن الفقه في مسألة معينة قال ده فقه العفن، وقال شوية افكار كانت سبب في انه اتسجن 5 سنين، لان القضاء المصري شاف انه فكره متطرف وبيطعن في ثوابت الدين. ده اللي هيصحح المفاهيم الدينية بتاعتنا. اما بقى الكاتب والمذيع ابراهيم عيسى، لانه شكك في واحد من اهم الاحداث في معتقد المسلمين وهي الاسراء والمعراج، وانكر اصلا ان في معراج، وهو بالتالي بيشكك الناس في معتقداتهم الدينية، وشكك في الحديث النبوي برضه، وده غير بعض المعلومات اللي قالها مغلوطة جدا. وده مش الشيء الوحيد المغلوط في تكوين. من خلال الفيديوهات اللي هيصححوا لينا بيها مفاهيم الدين ظهرت متحدثة تكوين هناء سعيد، وقالت معلومة بتصحح فيها المفاهيم الغلط ولكن بغلط أكبر. قالت إن السيدة خديجة كانت متحمسة جدا للدعوة، وقالت لبناتها هند وهالة ستوب يا ابني، هند وهالة دول بالفعل أولاد السيدة خديجة ولكن دول رجال مش نساء. دي اللي هتصحح لينا مفاهيم الدين. ودي ما كانتش العنصر النسائي الوحيد اللي وجوده وكلامه مربك
عليك ابدا. الكاتبه والصحفيه فاطمه نعود اللي بتشارك في بودكاست بيتعمل في تكوين، وكانت واحده من الحاضرين داخل المؤتمر في المتحف الكبير، واللي حصل بعده كل الدوشه اللي انت شايفها دي. افكار الكاتبه دي كانت سبب بالحكم عليها 6 شهور مع وقف التنفيذ بتهمه ازدراء الاديان، لانها قالت عن واحده من اعظم شعائر المسلمين وهي الاضحيه انها شهوه دمويه في الانسان، وان المخلوقات دي بريئه، عشان الانسان يعذبها ويسلخها بسبب كابوس جه لاحد الصالحين. هو سيدنا ابراهيم عليه السلام صالحين مش نبي؟ والرؤيه بتاعته صدق بدليل من القران، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. دي اللي هتصحح لينا الدين؟ ليه كل المؤسسين لاتجاه وفكر ديني تكون دي ارائهم؟ هل بسبب البيره؟ كنت هنسى من كتر الافكار اللي الجماعه لخبطوا دماغنا بيها ان اثناء المؤتمر اللي حصل كده بسببه ظهروا في صوره جماعيه وكلهم واقفين وجنبهم ازازه بيره 4%. تكونش هي السبب في الافكار دي؟ وطبعا جه رد شديد وعنيف جدا على تكوين من المجتمع المصري، واللي طالب بوقفه لانه تكوين فعلا ولكن لافكار الحاديه. وكمان الازهر الشريف اللي قال ان منصه بيان اللي معموله مخصوص عشان ترد على كل الافكار الالحاديه دي اللي بتحاول تهدم الثوابت الدينيه. ده كمان علاء مبارك نشر على منصه اكس بيقول ان مش كل من هب ودب بيتكلم في الدين، وان لو في حد دوره يعدل الافكار الغلط هتكون مؤسسه الازهر، ومش واحد من اللي شككوا في البخاري والتاني في الإسراء والمعراج. وسأل سؤال مهم جدا كلنا بنسأله في ما وراء الحاجات: البيرة دي بتاعت مين يا عفاريت؟ ها؟ ورد عليه يوسف زيدان اللي كنت كلمتك عنه أحد مؤسسين تكوين ويقول له: اسأل أمك. وكمان بنسألك أنت كمان تشاركنا رأيك وتقول لنا هل تكوين فعلا تكوين أفكار صحيحة ولا أفكار إلحادية؟ وهل المجتمع نفسه فيه وعي كفاية إنه يتحمل أفكار بالتقل ده من غير ما توصلنا للإلحاد؟ ما تنساش تعمل كومنت وشير لو كنت على الفيسبوك، وتتأكد إنك عامل سبسكرايب لو كنت على اليوتيوب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.